يا أهلًا، أهلًا، أهلًا بالحلوين، مساء الفل عليكم وكل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم، وحشتوني، وحشتوني، وحشتوني من آخر فيديو نزّلته هنا معاكم لمّا رُحنا نجيب مشتريات رمضان الحلوة ديّة مع بعض ونزلنا النُزهة، تمام؟ فالمهم النهارده بقى يا جماعة عايزين بقى نبدأ نرُص المشتريات الحلوة اللي أنا اشتريتها ديّة وكمان اللي متابعني بقى على القناة التانية اللي هي نغم فاميلي هيكون شاف المشتريات ديّة، فيا جماعة اللي مش متابعني على القناة التانية يا ريت يروح يشترك في القناة ويتابعها، عشان أنا نزّلت عليها فيديوهات رمضان والديكورات والتنسيقات والحاجات اللي إحنا عملناها والفرش الجديد بقى والحركات والحاجات الحلوة بتاعتنا، يروح يتابع القناة هناك ويشوف الحاجات الجديدة ويومياتنا اللي بتنزل هناك على طول. المهم بقى يا حلوين، هنا بقى هنعمل إيه؟ بُصّوا بقى يا جماعة، يعني أنتم عارفين دخلة رمضان، دخلة عيد، أي حاجة فيها حاجة جديدة كده بتتعمل، يبقى لازم يبقى في تنضيف، يعني ما ينفعش نعمل كده إيه، من على الوش كده ومن برّه هالّا هالّا، لا، لا يا جماعة مش إحنا، عيب يعني. فالمهم عايزة أفُك كده كل المشتريات اللي أنتم شُفتوها ديّة، اللي شافها يعني في فيديو المشتريات، فهنا بقى كنت راكناهم، بُصّوا من ساعة ما جبتهم والله ركنتهم كده في الشنطة جنب السفرة ما اتحركوش، قُلت لأ أنا مش هاحطهم في المطبخ ولا هارصهم إلا بإذن الله لمّا آجي كده أبدأ بقى أستعد لرمضان، ونبدأ كده نرص الحاجة مع بعض، ونعمل تنضيفاتنا الحلوة، ونحط كل حاجة كده على نضافة، وشوية كده المطبخ فيه حبة كركبة هاضبّطهم، فعشان كده ما حبيتش إن أنا آخد الحاجة أحطها في المطبخ وأكوّم كله على بعضه، لأ يعني حسيت لأ إن محتاجة الموضوع يبقى فيه تنظيم شوية، ترتيب شوية، ترويق شوية، فالمهم أنا نزّلت لكم على القناة التانية طبعًا الروتينات بتاعتنا ويومياتنا، فرشنا الreception مع بعض وفرشنا الliving وضبّطنا كده، فيا جماعة روحوا شوفوا القناة هناك جميلة والله وهتعجبكم، خصوصًا كمان إن أنا بانزّل عليها على طول، يعني باحاول كده على طول إن أنا أنزّل عليها باستمرار. بس أنتم عشان وحشتوني هنا الناس اللي مش مشتركة في القناة هناك وما يعرفوش، فقُلت لأ أنزّل لكم الفيديو الحلو ده تشوفوه وتتشجعوا، وكمان اللي ما شافش المشتريات يعني يشوف كده وإحنا مع بعض شغالين الحاجات اللي إحنا جبناها مع بعض من النُزهة. المهم لو أنتِ أول مرة تشوفيني يا ريت تنزلي اشتركي في القناة وفعّلي الجرس عشان يوصلِك كل حاجة أنا بانزّلها، واعملي لايك جامد للفيديو ده لو عجبِك وسيبي لي كومنت حلو زيِّك، كل اللينكات بتاعتي يا بنات بتكون تحت الفيديو في صندوق الوصف عشان لو حابين تتواصلوا معايا في أي وقت. المهم بقى يا جماعة، هنا لمّا نزلت النُزهة، جِبت طبعًا شوية رفايع، حاجات كده ضرورية بالنسبة لي، يعني ما جِبتش الحاجات من أجل الشرا وخلاص، لأ جِبت الحاجات اللي هي كانت ناقصاني والمطبخ بتاعي محتاجه، فقُلت لأ أنا هاجيبها. في حاجات بصراحة كنت محتاجاها تاني، بس ما كنتش لاقياها يعني ما كانش في حاجات اللي هي شدّتني أوي، وفي حاجات بصراحة كانت حلوة بس أسعارها over أوي، فأنا جِبت الحاجات الضرورية اللي أنا محتاجاها عشان استخدامي، يعني أنتم عارفين رمضان بيبقى محتاجين بقى يعني أطباق يعني زيادة، كوبايات زيادة، عزومات مثلًا بتحصل، فبيبقى عندنا كده استخدام لحاجات كتير ومواعين كتير طبعًا، ربنا يرزقنا ويوسّع علينا، فبنبقى عايزين مواعين وحاجات كتير، فأنا جِبت طبعًا السلاطين وجِبت كوبايات المَيّة والمعالق والشِوَك والصواني، جِبت الحاجات اللي هي رفايع، اللي هي ضرورية في كل بيت. وخصوصًا كمان في وجود أطفال، تلاقي في حاجات بتختفي، كوبايات طقم يبقى في أمانة الله كويس وكامل، مرة واحدة كده تتدش منه كوباية، فعادي يعني. فأنا عندي معظم الطقمة ناقصة كوبايتين 3 تلاقي مثلًا السلاطين ناقصة سلطانية 2، 3 عارفين اللي هو كل حاجة كده، فأنا حسيت إن أنا عاملة زي اللي هو إيه، من كل فيلم أغنية. فأنا يا جماعة قُلت لأ أنزل أجيب لي كده طقم كوبايات يكون شكله حلو، مع طقم كده سلاطين عشان خاطر طبعًا الحلويات بقى وكده الكنافة بقى والحركات دي بقى، فنستعد بقى يعني إحنا بُصّوا بنستعد من دلوقتي فربنا يستر. المهم هاغسل طبعًا كل الحاجات دي لإني عايزة أرص كل حاجة على نضافة، يعني المطبخ من جوّه يبقى نضيف، وفي نفس الوقت الحاجات اللي أنا جبتها دي أغسلها. أنا في العادي يعني يعني متعودة إن أنا لمّا أستخدم أي حاجة باغسلها، يعني باشطف على طول كده الحاجة على السريع قبل ما أستخدمها، بس برضه الحاجة دي كانت مليانة تراب، فلأ كانت محتاجة إن هي تتغسل، خصوصًا كمان معظم الحاجات بتبقى معروضة في المحلات كذا إيد بتمسكها،
فبتقع بتتحط فبيبقى متعرضة للتراب. فقلت لا لازم اغسلكم كده واروق عليكم، كنت احطهم في الغسالة. فبعد كده قلت لا مش مستاهلة يعني اسيبهم كده يتغسلوا ويتصفوا عقبال ما اشوف المطبخ من جوه وضعه ايه. كلنا متعودين طبعا ان قبل رمضان بالذات، خصوصا ان هو اليوم في رمضان بيبقى الوقت قليل جدا، وبيبقى يومنا مليان حاجات كتير مع وجود دراسة، وطبعا مع الصيام والعبادات. ف ويومنا بيبقى ضايع منه برضو جزء في المطبخ كأكل وحاجات المسؤولية اللي بتكون علينا. فده كله بيخلي ان احنا ما عندناش وقت لحاجات تانية. فعشان كده مش شرط ان احنا نقول لازم نعمل تنظيفات رمضان، فهو يعني لازم اللي هو احنا بنعمل تنظيفات رمضان عشان اللي هو إيه، بنمهِّد لنفسنا إن إحنا في شهر رمضان إحنا مش عايزين نشغِل بالنا بقى بتنضيفات عميقة وحاجات محتاجة تتنضّف. لأ، إحنا يا دوبك هنقوم نشوف اللي ورانا ونعمل الفطار للبيت، مع طبعًا العبادات، وفي وقت هيضيع في حاجات كتير. فلو إحنا مش فاضيين بقى الحاجات اللي هي ديّة، عشان كده آآ فكرة إن إحنا ننضّف قبل رمضان بالذات، يعني عشان خاطر في 30 يوم آآ أولى إن هم يروحوا لحاجة تانية غير شغل البيت العميق يعني. هيبقى في شغل بيت ده طبيعي طبعًا كمسؤولية علينا وده طبيعي يعني، بس مش هيبقى اللي هو الضغط جامد تضيّعي يومِك أو ساعات في يومِك في حاجات زي كده. فدلوقتي إحنا مش صايمين، اليوم لسه مش متقسّم نُصّين زي رمضان، فنقدر نعمل اللي إحنا عايزينه. شوفي الحاجات اللي محتاجة تتنضف، الحاجة اللي محتاجة تتضبط، الحاجات اللي بقى لنا كتير ما عملناهاش، الحاجات دي كلها اللي عايز ينزل يشتري حاجات ينزل يجيبها. فالحاجات دي كلها بتسهل علينا عشان في وقت رمضان يروح للحاجة الصح، يعني الحاجة الأفيد لينا. فهنا أنا كنت طبعًا هانضف تحت الحوض. في فيديو كده كنت منزّلاه كنت عاملة تحت الحوض بس ده في القناة التانية يعني. فالمفرش اللي أنا حاطاه تحت الحوض ده يا بنات اللي هو الرول الشفاف دوّة، كنت جايباه من نُزهة الرول 5 متر عامل 140 جنيه تقريبًا، بس ممتاز. أنا كنت فرشاه تحت الحوض ده، أنا كنت جايباه رمضان اللي فات، طبعًا باغسله وبارجع أحطه تاني، بس طبعًا بقى له يعتبر كده سَنة. مهما خلاص بقيت أغسل فيه باحس إن لونه لأ خلاص مصفِر بقى، اللي هو لأ غيّرني. فعشان كده شِلته خالص، أنا رميته طبعًا وقطّعت بالرول كده بالطول عشان طبعًا تحت الحوض مساحته كبيرة عشان يكفّي. وحطيت بقى قُلت أفرش مفارش جديدة، عشان كده قُلت أنا جِبته مخصوص المفرش عشان أفرش تحت الحوض، وفي نفس الوقت عندي ضُرَف ما كانتش مكفّية المَرّة اللي فاتت لمّا أنا جِبت الرول ده إن هي تتغطّى يعني وإن يتحط لها مفارش. ففي ضُرَف عندي ما فيهاش مفارش، فعشان كده برضه هابدأ أقصقص كده وأحط في الضُرَف اللي ما فيهاش ونفرش كده الضُرَف كلّها. طبعًا من الحاجات اللي بقى لنا فترة كده الواحد برضه ساعات بيهملها، العلب اللي هي بتاعة التخزين والحاجات اللي هي المنظمات. يعني أنا عندي الstand ده أو الحامل ده باحطّاه في البيت، بصراحة باحب أحط فيه الحاجات اللي هي الأكياس، يعني أكياس الأكل، الجلافزات، الأكياس التويلت، الحاجات ديّة اللي هي أكياس، يعني شايفين أنا هتلاقيني باقفّل كده فيها. فهي كانت مليانة تراب، خصوصًا كمان حاطاها تحت البوتاجاز يعني، والضرفة اللي فيها التوابل. فالضرفة دي بتتفتح كذا مرّة في اليوم، فطبعًا مع الأخْد والحَط وكده، فقُلت لأ كانت متبهدلة أوي، كنت طبعًا مشترية عيدان شيش جديدة فهاحطها، فلأ أحطها كده والبتاع مش نضيف، لأ يالّا فضّي ونضّف ورُصّي الحاجة على نضافة. فأنتِ كده هترصي، عشان كده ما حبيتش إن أنا فكرة إن أنا أطلّع الحاجة وأحطها كده على الوضع ده. والفوط اللي أنا كنت لسه جايباها في الفيديو المشتريات كانوا 10 فِوَط، فأنا ما رضيتش أحطهم في العلبة بتاعة الفِوَط. العلبة دي اللي أنا باحط فيها الفِوَط دي باحطها تحت الحوض. فأنا كان عندي فوط لسه جديدة ما استخدمتهاش، فهي كتير هم 10، فأنا اخترت من كل يعني 2 لون، وحطيت كده 5 وشِلت ال5 في الدولاب، يعني بعيد خالص عن المطبخ. وبرضه حطيتهم تحت الحوض وقفّلت كده تحت الحوض، ونضّفت كده البلاصات، خصوصًا كمان تحت الحوض بيبقى عايز تنضيف على طول عشان الروايح والصرف وكده.
هنا برضو بصوا انا مش هعمل الدرج كلها او الظرف كلها، لان في حاجات عندي نضيفه زي اهو الدرج ده مفيهوش اي حاجه. شيكت كده عليه وبصيت. بس طبعا هرص هنا المعالق والشوك الجديده اللي احنا اشتريناها، وكان المعالق البلاستيك محطوطه، فطبعا هشيلها، مش عايزه احط بلاستيكات في اول درج. انا بخلي دايما البلاستيكات في الدرج التاني اللي هو بتاع الولاد، عشان ده بتاعهم، يعني هما بيفتحوا ياخدوا كوبايات، ياخدوا اطباق، يفتحوا يرمي الحاجه فيه في الارض. فانا بخلي البلاستيكات دايما في الجزء اللي تحت، في نفس الوقت عشان لو اطفال دخلوا المطبخ، حد عمل حاجه لقى حاجه ما تبقاش خطر عليه او تاذيه. فبخلي دايما الحاجات البلاستيكات، الحاجات الكوبايات، الورق، الحاجات دي تحت. طبعا الدرج ده طبعا كان متبهدل على بعضه، ده بيتبصوا بيتفضى ويتلم 100 مرة في اليوم. ده لعبة بتاعت اياد بالنسبة له، فكان متبهدل خالص. رتبته كده ونظمته ومسحت. طبعا المفرش انا مغيرتهوش، انا غسلته. فبصوا ده لما اتغسل ما فيهوش حاجه، ما فيهوش اصفرار ولا خالص، على عكس تحت الحوض. الدرج ده برضو مش متبهدل ونضيف من جوه، بس كان عايز يترتب شويه، الحاجات اللي هي على الوش بس. فحاولت كده يعني اشيك كده عليه، وابص في حاجه بايظه، في حاجه مش معدوله، اعدلها. بصوا ده الدرج ده مهم جدا جدا جدا، انا بحب البلاستيكات جدا في الغسيل بقى، اي حاجه بفصص، اي حاجه خضار، اي حاجه، مهم جدا البلاستيكات في البيت. المهم الكورنر دوت طبعا اللي حاطه فيه الحلال، كان بصوا مش مترتب شويه، بس كان الارضيه نفسها فيها تراب. فانا فضيتهم زي ما انتم شفتوا. طبعا انا كنت غاسله الكسرولات والطاسات اللي انا اشتريتها، فكنت هحطها، فانا هحطهم مكان مش نضيف، فشلت كده كل الحاجه ونضفت الارفف نفسها، ورجعت نظمتهم كده وغيرت شكلهم، وقلت بالمره احط الصواني الخشب دي هنا بعيد عن البلاستيكات وكده، تبقى شكلها كويس. بس المهم نظمت كده الظرفه ديت وخلصت منها. مهما كانت الظرف عندك مقفولة دايما بيخش لها تراب، فاحنا دايما من فترة كده للتانية ننضف كده الحاجة، حتى الحاجات لو احنا مش بنستخدمها برضو ممكن من فترة للتانية كده تشيل الحاجة، تغسليها وترجعي تاني ترصيها، عشان تقللي من الطاقة السلبية، خصوصا التراب اللي بيبقى موجود على الحاجة وبيعمل ريحة مش حلوة في المكان. فالضرفة ديت مش هعملها كلها انا، بس الرف الاولاني ده والتاني هو اللي كان محتاج يتظبط. وكمان كنت محتاجة ازود مفارش في الضرفة ديت، ما كانش فيها مفارش، فعشان كده خدت اول واحد مفرش وابتديت اقص على المقاس بتاعه عشان اكمل بقية الضرف. ورجعت رصيت كده الحاجة تاني، وبرضه هشيل الحاجات اللي فوق. بص تحس ان هي ما كانتش منظمة كده، عايزة تترتب كده شوية. فحطيت مفرش من اللي انا قصيته، وابتديت ان انا ارص الحاجه. طبعا السلاطين دي مهمه جدا عشان خاطر اي حاجه بقى الشرب او الحاجات ديت مهمة. فبصوا هتلاقوا مفيش حاجة كاملة، عشان كده قلت اجيب له واحد كده كامل استخدمه يعني في رمضان. المهم هنا كتكوتي الصغير كان بيشاركني في المطبخ وقاعد مطلع عيني. لما ديما بتبقى في المدرسة أو نايمة ما بيكونش وراه غيري، يقعد يلف كده في شوية في الشقة ويقعد يقلب في أي حاجة بقى كده، ماما ماما، ويمسك في ديل عشان أطلعه طبعا على الرخامة. بعمل بقى أكل، بروق حاجة في المطبخ، هو بيحب يشرف عليا. فهو هنا كان في بيسمع أغنية فعمال يرقص براسه بقى، فقال لهم ايه، قلت له اقعد ما تتحركش. في آخر طردته طبعا، لان زي ما انتم شايفين كده هو مطلع لي الحاجة فوق الملح والفلفل حطولي فوق الزيت والخل، فما بيقعد في الحته دي دايما يوقع لي الحاجه. فقعدته كده شويه رضيته بص ما لسه ما كملتش. بص هو بص دب دب دب، يعني اجل الحاجه دي على ايده. المهم هبدأ بقى الضرفة دي برضو عايزة احط لها مفرش، ما كانش فيها مفرش خالص. فطبعا اضطريت انا اشيل كل حاجة. طبعا الحاجات دي عشان استخدامي على طول فيها، فهي نظيفة، فمش محتاجة ان هي تتغسل او ان انا اغير مكانها او حاجة. فالضرفة دي بالنسبة لي مهمة جدا، لان هي بحط فيها، حاطة فيها كل تقريبا الاطباق اللي انا بستخدمها معاكم في يومي، بستخدمها كتير. فحاطة كده المنظم ده عشان ارص فيه الحاجة والسلاطين فوق بعض. بستغل يعني ايه المساحة ال- يعني بالطول كده، اللي هو استغل المساحة اللي فوق في المطبخ وفي الضرفة وارص فيها الحاجة براحتي. فبس هبدأ بقى ارص الحاجة تاني زي ما هي، زي ما انتم شايفين كده. انا ما غسلتهمش ولا اي حاجة، هم نضاف مفهمش اي حاجة خالص.
بس كان طبعا محتاجه ان انا احط له مفرش عشان الضرفه فعلا بتتطرب. بس كده خلصت الضرفه دي. وبصوا بوريكم المفرش، انا بحب المفارش الساده، بحس ان هي شكلها حلو كده. في منها نفس الخامه دي على فكره، بس فيها ايه، رسمه كده ورده بس بلون تاني. بس انا عن نفسي بحس ان الشفافه اللي هو ما فيهاش اي رسومات، بحس ان هي اهدى واشيك، مش عارفه يعني، قولوا لي انتوا ايه رايكم. فالمهم هنا برضو بقيت اقصقص كده على قد الظرف اللي محتاجه اللي هي يتحط لها مفارش. بس طبعا لازم انضف الاول، وطالما هرص كده حاجه جديده وعلى نظافه يعني، فبخاخه كده وشويه اوكسي وبلمع كده الظرف داخليا. المهم يا جماعه ان الواحد يعمل من جوه، تحسي والله انك مش المطبخ بيفوق او البيت بيفوق، انتي بتفوقي. يعني انك تفتحي الضرفة وتاخدي الحاجة كده وهي منظمة وشايفاها، ومش قاعدة ساعة بتدوري كانت فين ديت وراحت فين ديت، وبتدوري على حاجة ومش لاقيها. الحاجة موجودة في مكانها، انت حافظة ايدك حطاها فين ومرصوصة قدامك. بيا سلام، بصوا يعني حاجة كده اخر روقان، تاخدي الحاجة ترصي الحاجة تاني مكانها، فتبقي عاملة حسابك ان الحاجة او المكان اللي خدتي منه الحاجة هترجعي في نفس المكان ده تاني، عشان خاطر ما تحسيش انك ايه، في توهه كده في النص، حاجه ضايعه منك، الدنيا كركبت معاكي. فانت اول باول كده الحاجه اللي تاخديها رجعيها في مكانها، حتى لو انت ما عندكيش وقت انك ترصيها او تنظميها نفس مكانك، بس حطيها في نفس مكانها، هتلاقي نفسك ارتحتي. ودايما خلي دايما عندك مكان لكل حاجة، يعني خلي دايما البلاستيكات في مكان، المعالق والشوك في مكان، الكوبايات في مكان، الحلل لوحدها. ده بالنسبة لك على فكرة بيكون أحسن. وأي حد هيدخل المطبخ غيرك هيبقى شايف الحاجة، مش هيسألك عليها، هو شايف الحاجة واضحة قدامه، وهيعرف ياخد الحاجة وهيرجعها تاني مكانها. فده بحس ان هو احسن حاجة. يعني انا محبش فكرة ان انا احط مثلا بالذات الأكل، يعني الحاجات اللي هي علاقة بالخزين مع مواعين، يعني لو حتى لو انت مساحة مطبخك صغيرة ده عادي، مش حاجة وحشة أو حاجة عيب. بس حاولي تخلي مثلا جزء مثلا حتى لو بمنظم مش على بعض، هاتي مثلا منظم زي المنظمات دي، حطي فيها الخزين بتاعك، وضرفة تانية حطي فيها المواعين أو البلاستيكات أو الحلل، بحيث ان انت حتى لو حطاهم كلهم في ضرفة واحدة بس مقسماهم ده بعيد عن ده هيكون احسن والله ليكي. المهم طبعا انا ما عملت زي ما قلت لكم الظرف كلها، انا عملت الظرف والحاجات اللي كانت محتاجه ان هي فعلا تتنضف ومحتاجه تترتب. بقيه الظرف طبعا انا شيكت عليها كده على السريع، لو في حاجه عايزه تتظبط ظبطتها، حاجه محتاجه تتلمع لمعتها. لكن كل الظرف اللي انتوا شفتوها معايا دي كلها حاجات كنت محتاجه تتنضف، عشان ارص الحاجه اللي انا جايباها على نظافه. وكمان اللي هو لما اجي بقى اعمل تنظيفات اللي هي بتاعت رمضان، او انضف من بره المطبخ او افرش والحاجات دي، مش هينفع ان المطبخ من جوه يبقى مش نظيف او يبقى متبهدل. وخصوصا الدرج اللي انا لسه شايله منه الحاجه دي. جماعه الدرج ده مش بقى درج، ده بقى مزبله. البسكوت بيتفتت فيه، والشيبسي بيتدلق فيه، والصوصات بتتفتح وتتفضى، وعسل كل حاجه بقت في متناول الايد، بتتفتح وتتفضى. الاقي الحاجات اللي هي البيكنج باودر والحاجات دي ببقى قافلاها بكليبس وكده، لو في زياده مفتوحه ومدلوقه. فالمنظمات دي كانت متبهدله، والله متبهدله. وكمان انا كنت عايزه انضفها عشان خاطر لما انزل اجيب حاجه رمضان، مشتريات الشهر، يبقى الادراج عندي نضيفه والمنظمات عندي نضيفه. ده عشان لما اجي اجيب الحاجه ارصها على طول، اللي هو لا انا مش هيبقى عندي وقت إن لسه هنضف، لا انا هجيب الحاجه وارصها. فبس طبعا انا هنا فضيت المنظمات دي وهغسلها، وهبدأ بقى ارص الحاجات اللي انا عندي ديت على طول يعني على السريع. وفي نفس الوقت راجعت الحاجات اللي عندي، ايه اللي ناقصني، ايه الحاجات اللي منتهيه الصلاحيه، ايه الحاجات اللي انا عايزاها ضروري، عشان لما اجي انزل اجيب الحاجه بعرف انا هجيب ايه. ده الفيديو بتاعي النهارده، يا رب يكون عجبكم كده، خايفه على قلبكم. قلت كده انزله لكم هنا على القناه واشجعكم، واقول لكم روحوا شوفوا القناه التانية، عشان ان شاء الله هينزل عليها فيديو بقى بتاع فرش رمضان، ونفرش كده المطبخ مع بعض،
نعيش بقى أجواء رمضان في المطبخ هو كمان. يروحوا اشتركوا في القناة عشان هينزل عليها الفيديو دوت بإذن الله، وتابعوني بقى في يومياتنا وبس كده يا حلوين. عايزاكي طبعا لو وصلتي لحد هنا في الفيديو ولسه ما اشتركتيش اشتركي في القناة عشان عائلتنا تكبر وتشجعي كده وخلصي كل اللي وراكي، وربنا يقويكي ويديكي الصحة بإذن الله، وتعملي كل اللي انت نفسك تعمليه في بيتك بإذن الله. المهم كده انا خلصت كل الظرف وكنت مرتاحة جدا ان انا كل الظرف عندي في المطبخ من جوه كلها نظيفة وكلها منظمة. كده بالنسبة لي الموضوع يبقى اسهل ان انا اعمل من بره. رجعت رصيت تاني الحاجات اللي انا نظفتها طبعا ورتبتها في المنظمات. بس كده يا حلوين، ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم وكان كده خفيف على قلبكم، واشوفكم على خير باذن الله. باي باي، مع السلامه.